انا رقيه. الوالده والوالد ديالي ملي تزوجوا كانوا كبار. الوالد حتى وصل 60 عام، والوالده كانت تقريبا في الربعينات. عاد تزوجوا، والوالده غير تزوجت وبدات كتولد. ولدتني كي تزوجت حملت، ولدتني انا، ولدت اختي وولدت خويا، وصافي مبقاتش كتولد. المهم كانوا كبروا، وهذاك خويا كان مسكين، ما كيسمع ما كيهضر ما كيتحرك ما حتى شي حاجه. كان دوز على الوالده العذاب. المهم ملي كبرنا وبدينا كنكبروا، لقينا الوالد مسكين مات، والوالده مسكينه هي اللي عانت معنا بزاف. وكانت مرا كبيره، وكنشوفها كيفاش كتهز خويا وكيفاش كتوكلو وكيفاش كتبدلو. واخا هو بدا كيكبر، كنا كنعيشوا واحد المعاناه اللي صعيبه بزاف مع خويا. الوالده ديالي مسكينه ماتت الله يرحمها، وانا بقيت مقابله خويا واختي. اختي تزوجات ومشات دارت دارها، ولكن خويا بقى في الدار ومعايا. وما كنتش كنقدر نسمح فيه كيبقى فيا مسكين. كنشوفو مسكين ما كيتحرك، كان ما والو، كنديروا ليه ليكوش. الا خليته بحال هكاك بخنزو، يبقى مسكين هكاك نهار كامل بخنزو. من هذاك النهار كيجوا عندي الناس يخطبوني، ولكن انا كنشرط عليهم انني ندي خويا معايا. الا بغيت نتزوج ندي خويا معايا باش نقابله، حيت ما كاينش اللي غيقابله. كاع الرجال اللي كيجي يخطبوني حتى واحد ما كيبغي، تيقول لي بغيت نتزوج بك انتي، ماشي باغي النهار الاول تحمل المسؤوليه ديال خوك. صافي كنقول لهم الله يجيب لكم شي بنت الناس. انا ما نقدرش نسمح في خويا، حيت الوالده قبل ما تموت وصاتني عليه وقلداتني عليه وشحال طلباتني، وبلا ما تقلدني راه ما نقدرش نسمح في خويا مسكين هو في هذيك الحاله. المهم بقيت خدامه على خويا، كل مره فاش ما كان كنبريكولي وكنخليه في النهار، كنبدل ليه وكنغسل ليه وكنوكلو وكندير ليه كوش اخر، وكنوكلو وكنمشي نخدم 3 ساعتين 3 السوايع عند شي وحده ولا تخمار ولا تصبان، ونرجع عاوتاني نبدل ليه داك ليكوش ونمشي تاني نبريكولي. المهم فاش ما كان كنخدم، حتى لواحد المره واحد الجاره كتعرف المعاناه ديالي وكتعرف كيفاش كنعاني، وهي كانت طيابه ديال الحمام. وهي تقول لي يا رقيه، الا بغيتي بلا ما تبقاي تمشي عند مرا تخملي ليها مره هنا مره هنا، ما عندكش شي خدمه اللي مستقره اللي كديري خدمه وحده ديرها في النهار. وعندي خوك مريض راه حدانا واحد الحمام، وكانت خدامه فيه واحد البنت معايا. هذيك البنت جاب ليها الله نصيبها وتزوجت ومشات لمدينه اخرى. الا بغيتي نهضر لك مع مول الحمام يخدمك معايا. قلت لها واخا الله يرحم لك الوالدين، هضري معاه ولا قبل نجي مرحبا. هضرت مع مول الحمام قال لها قول لها تجي، عاودت لي الظروف ديالي صافي وجيت. بديت كنخدم معاها، مشيت عندها تما. راك عارفين الطيب ديال الحمام، كتدخل شي وحده كتعطينا الصاك كنحطوه في البلاكاراس، كنقابلوا السيكان كل وحده شحال كتخلصنا على الصاك. مثلا 3 دراهم، مثلا درهم، مثلا 2 دراهم. مره كتعطينا شي وحده حتى 5 دراهم كلنا نشدوها. هذوك الفلوس اللي كيعطونا ديال السيكان كنضربوهم لجيبنا، ما كنعطيهمش للملحمات. يقول لنا الله يسامح فيهم. انا عطوني غير الفلوس ديال الورقه. الورقه كان واحد الولد برا اللي كيتخلصوا الورقه، اما الفلوس ديال السيكان اللي كيحطوا العيالات الله يهنيكم بها. المهم لا كانت شي وحده بغات تحك ظهرها ولا بغات نكسلها ولا شي حاجه هكا، كندخل وكيتخلصني بديك 40 درهم 30 درهم. كانت شي وحده فيها الجوز والكرم كتعطيني حتى ديك 50 درهم الله يكثر خيرهم. المهم حسيت براسي هاد الخدمه عجبتني بزاف. وعاد كل مره كيكون كان الحمام قريب للدار ديالنا، كل مره كنقول هذيك السيده غنمشي نشوف خويا ونجي، يعني حتى هي كتشد الحمام بوحدها كتبقى معافره، وانا كنمشي نجري للدار كنبدل خويا كنغسل ليه. كنلقاه مسكين مطلي الحاله وراه كبير مسكين ماشي صغير راه كبير. كنبدلو ونغسل ليه نوكلو وكنمسح ليه كل شيء، وكنحط كنشربو كنخليه وكنمشي نجري تاني للحمام. المهم بقيت بحال هكاك خدامه، اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا، حتى لواحد النهار. واحد النهاريات حنا الطيابه ديال الحمام ملي كنساليو كيساليو في الليل، اللي يعني الحمام كيخوى، يعني مول الحمام تيقول لنا اصلا 9 9 نسدو. ولكن نتوما كتعرفوا العيال تما كتجي حتى ل7 وكتبقى قاعده حتى ل10 ديال الليل، وهي كتخوي في الماء وكتضيع فيه. كتقول لك انا باقا ما حكيت باقا ما هادي. كنضطروا نبقاو حتى كتخرج اخر وحده. ديك الساعه كندخل انا وهذيك المراه بجوج، ما كنقدرش ندخل بوحدي ملي كيكون خاوي كنخاف. المهم كندخل انا وهذيك السيده كنسيقو. كتعرفوا العيالات كيخلوا مشاقه كيخلوا شعر طايح كيخلوا الزغب طايح كيخلوا المكانات الحسانه المشاطين مهرسين. راكم عارفين الروينه اللي كتكون في الحمام، الوسخ ديالهم ما كيخش عليه الماء.
كندخلوا حنا كنسيقوا باش الغد ليلة جاو يلقاو الناس يلقاو الحمام نقي ومقاد. واحد النهاريات كنت انا وهذيك السيده سالا الحمام وكلشي بان لينا خوا والدنيا سقلات وخوات، وانا نقول لها يلا ندخلوا نسيقوا. قالت لي ها انت سيري انت دخلي سيقي، انا هنايا غادي نجمع شي حوايج كانوا طايحين هنايا طايحين في الماء وغادي نلحق عليك. ديك الساعه انتبه قلت لها واخا. هزيت الكراطه وانا داخله الحمام. قلت ماشي مشكل، بعض المرات الانسان كيزعم ويدخل بوحدو. دخلت وانا نلقى واحد المراه واقفه حدا الماء السخون. هذاك البيت اللي كيكون سخون، سخون فيه الماء طايب. وانا نقول لها واش انت باقا هنا اش كديري هنا بوحدك في الحمام؟ قالت لي بدات كتشوف فيا وجهها غريب غريب وبحال خايفه ومرعده. قالت لي لا لا راه غير بقيت هنايا، بقيت كنحك ونسيت راسي. انا جاتني غريبه، عمري في حياتي ما شفت شي مره غتبقى بوحدها في الحمام، اول مره نشوفها جاتني غريبه. حيت هذيك المده اللي خدمت في الحمام كانت شي المره اللي كتجي بكري ما كتدخلش، كتقول لنا واش كاينه شي وحده لداخل، ما كتقدرش تدخل بوحدها، ولا شي وحده كتبقى هي الاخرى في الحمام ما كتقدرش تبقى بوحدها حتى كتخرج هي والعيالات قد. المهم شفتها بوحدها وهي هازه واحد القرعه ديال الزاج في يدها ودايره مورا ظهرها. وهذيك القرعه قلت لها شنو في هذيك القرعه؟ قالت لي فيها صابون البلدي. وانا نجر هذيك القرعه بقيت معافره عليها وانا طويله ومقدره وهي قصيره وضعيفه. جرت لها هذيك القرعه وبنتي واش بصح صابون البلدي. وهي تبان لي ديك القرعه فيها الشعر المشاقه، يعني الشعر والشعر ملي كتمشطي شعرك وكديري شامبان وتمشطي كيبقى يهبط هذاك الشعر اللي كيطيح. هذاك جامعه معمره هذيك القرعه به، جامعه في قرعه ديال الزاج. والوسخ، والوسخ حتى هو ديال العيالات مجموع معاهم، وداك الوسخ اللي كتحكي من الكيس وكان من الوسخ حتى هو جامعه وسخه بوسخه هكذا في القرعه الزغب المشاقه الشعر يعني. ونقولها شنو كيدير عندك هادشي علاش جا مع هاد الوسخ هذا؟ قالت لي لا راه ديالي، والشعر اللي جا مع كل مشاقه بوحدها، اللي شعره رطاب اللي شعره رطاب اللي شعره مصبوغ اللي شعره كحل. قلت لها لا راه جا معاه من الحمام، شنو بغيتي ديري به؟ قالت لي يا اختي انا نعاود ليك وعافاكي سترينينغ. قلت لها اش غنستر فيك؟ جا مع وسخ ديال الناس غاديه بيه وغادا نسترك. هذيك اللحظه ما فهمتش شنو غادا بهذاك الزغب اصلا او الشعر. اول مره نشوف شي وحده في حياتي كتجمع الشعر والوسخ ديال الناس وما عارفه حتى لاش غيصلح اصلا. وهي تقول لي يا اختي راه عندي واحد الراجل زهواني وديما كيخونني، ديما كيخونني. وعييت باش ندير اي حل باش ما يبقاش يخونني. والو، واش بغا يتوب؟ والو، واش بغا يرجع لدارو؟ وانا خايفه غير يجيب ليا شي مرض. وكتهضر بواحد الطريقه وكتبكي الناس بقى فيك. وانا كنبغي راجلي وخايفه يجيب لي شي مرض وعندي مع 3 الاولاد. ما بغيتش نضيع راجلي وما عندي فين نمشي. وملي مشيت عند واحد المراه قالت لي جيبي له وسخ ديال العيالات والمشاكه ديالهم من الحمام. ديك الساعه غنديروا له وما غادي يبقى يبانوا ليه، ما يبقاوش يبانوا ليه كاع العيال، تيبانوا ليه كاع العيالات الدنيا خايبين بان لي غير انا. قلت لها يعني باغا تسحري له؟ قالت لي لا باغا ندير له غير المحبه. قلت لها لا المحبه ما كتكونش بوسخ العيالات هادشي. قالت لي لا غندير ليه غير المحبه اختي، انا الله يرحم لك الوالدين الله يخلي لك صحيحتك. بقات طلب فيا وترغب طلب فيا وترغب وهي تعنقني. قالت لي تقليد عليك اختي، هذوك الوليدات راه غيضيعوا ليا وانا غنضيع ووليد راجلي غادي يبغي يطلقني راه مبقاش كيشوف جهتي. المهم بقات فيا ديك السيده. قلت باقيلا يمكن غير المحبه هذه وانا نرجع القرعه ديالها. قلت ليها شوفي ولكن الناس اللي غتاخدي لهم الوسخ ديالهم ما غيتاداوش. قالت لي لا ما غيتاداوش في مره، غير هذاك الوسخ كديرو هي باش ما يبقاش يحمل العيالات كاع. صافي ملي بقات كطلب فيا وترغب وتبوس ليا في راسي وتبكي وتنهج، صافي عطيتها هذيك القرعه وقلت لها صافي تشلي وخرجي دابا. صافي تشلات ودات القرعه ومشات. المهم سيقت الحمام سالينا سدينا، لبست جلابتي، هزيت الصاك ديالي وخرجت انا وديك السيده غاديين في الطريق. ما قدرت نقول لها حتى شي حاجه ولا نهضر معاها. مشات الايام وجات الايام ودازوا الايام صافي تنسات القضيه. حتى لواحد النهار كترجع نفس السيده كترجع للحمام. رجعت للحمام وهي تدخل وانا نشوفها وانا نعقل عليها. قلت لها السلام، قالت لي السلام. منظره شنو درتي راجلك؟ قالت لي يا راجلي راه مات. قلت لها يا ربي السلامة وباش مات؟ قالت لي راه مات غير موتة ديال الله. بقيت كنشوف فيها ونقول مع باليك ما داكشي اللي دارت ليه هو اللي قتلو. ناري عندك نكون داخله انا في هاد الجريمه يا ميمتي الحبيبه. لا قالت لي راه كان مريض ومات.
صافي وانا نعيط لهاديك البنت لي هذيك المراه اللي كانت معايا في الحمام، وبديت كنعاود ليها وقلت لها بديت كنعاود لها شنو وقع، ولقيت واحد السيده في الحمام وكتجمع الوساخ، وشنو وقع شنو وقع. وقالت لي ملي تخرج هاد السيده وريها ليا، حيت انا العيالات اللي كيجيو ديما كنعرفهم هنايا. قالت لي ملي تخرج وريها ليا. المهم صافي بقينا دخلنا بدينا نحكوا الناس، حتى خرجت هذيك السيده، خرجت بغات الصاك ديالها، وانا نقول لها ها هي هذيك السيده، وهي تقول لي ويلي واش هاد المشعوذه. قلت لها اه. قلت لها واش هذه مشعوذه؟ قالت لي اه راها مشعوذه، راه كدير الشعوذه. واش ما عرفهاش؟ لا. قلت لها لا لا ما كنعرفهاش. قالت لي وها فين ساكنه وها فين ساكنه. قلت لها واش بصح راجلها مات؟ قالت لي كدابه، دي اصلا ما مزوجه ما حتى حاجه، راه كيجيو عندها الناس كيسحروا. قلت لها راه كانت كتجمع ديك النهارات الوسخ ديال العيالات. قالت لي كل راه شي وحده طالبه ليها داكشي علاش كتجمعوا. صافي ديك الساعه تعصبت. ولا نمشي كنجر شنقت عليها شديتها، قلت لها انت مشعوذه ودخلتيني لهذا الشيء، الله ياخذ فيك الحق. وشويتها في الحمام ويسحب لي راجلك كيخونك وباغا دير لي المحبه، وانت مشعوذه جايه كتجمعي وسخ العيالات. المهم فضحتها في داك الحمام، فضحتها شوتها، وجاي العيالات كيفكوا فينا وشادينا من الشعر، انا نجر ويا الجور. المهم صافي فكونا العيال، وبدات كتغوت وهي تقول يا قسما بالله الا ما نخليك تمشي بحال الحمقى في الزنقه، في الدروبه والزناقي اجي تفلي عليا. قلت لها اللي في جهدك تسيري ديريه، اللي في جهدك سيري ديريها المشعوذه الاخرى. انا ما كيسحبش ليا مشعوذه وكتجمع داك الشيء، هي مشعوذه وكتجمع داك الشيء ديال العيالات باش حتى لا شي واحد يسحر راجل ولا شي حاجه، كدير داك الشيء وكتعطيه منه داك الوسخ ديال العيالات. المهم صافي العيالات بقاو كيقولها سير مشعوذه لا ياخذ فيك الحق. شدوها واحد جوج عيالات، شدوها عطوها قتله ديال العصا، قتلوها ديال بصح بالعصا، دقدقوها. المهم حنا كنتفرجوا تما والعيالات كيفكوا. المهم هي غدا وكتحلف فيا والله تندير ليك والله تنفعل لك والله تنترك لك. كنقول لها صافي سير اللي في جهدك ديريه. المهم تقول لي ديك السيده شوفي بعدين منها الله يستر، هادو راه ما كيكونوا ما كيخافوش الله.